أكيد أنت لاحظت في لحظة في حياتك إن الحاجة لما تكون حرام، أو هنا ما أقصدش حرام بالمعنى الديني بس، لا أقصد يعني الحاجة لما تكون ممنوعة أو الحاجة لما تكون غلط، حس كده إن جسمك حاببها أو إنك عاوز تعملها. وفي الفيديو ده أنا عايز أتكلم بقى بالتفصيل عن إيه السبب. ما هو ليه مخنا بيدفعنا، يعني ساعات كده بيكون في حاجة غلط وإحنا عارفين إنها غلط، بس مخنا بيزقنا إننا نعملها. أكيد أنت عارف كده، أنا عارف إن الفعل ده غلط بس أنا بعمله، وتلاقي ناس تقول أنا مش قادر حتى أوقفه. ده بيحصل ليه؟ في الفيديو ده هكلمك عن الموضوع ده بالتفصيل، وليه الكلام في الموضوع ده مهم. لأن أكيد معظمنا أو كل الناس عندها أولاد، وفي لحظة معينة هيقابلوا موقف إن ولادهم بيعملوا حاجات غلط، فإزاي أنت بقى تقدر تتعامل معاهم؟ غير كده كمان، هو مين فينا ما بيغلطش؟ ومين فينا ما بيغلطش وهو عارف إن ده غلط؟ فالفيديو ده مهم جدا وأنا متحمس ليه جدا. إن شاء الله وارضي في الفيديو ده إن فعلا لو أنت استوعبت المعلومات اللي فيه وطبقتها في حياتك، هتبدأ فعلا تبقى قادر إنك تتحكم في تصرفاتك وما تعملش تاني حاجة غلط غصب عنك. يعني أول حاجة عايز أكلمك عليها هي إن مخنا أو عقلنا ليه أجزاء. الأجزاء دي نقدر نقسمها لأجزاء قديمة وأجزاء جديدة. بمعنى إيه؟ بمعنى إن مخنا يا صديقي ما نشأش فجأة كده بنفس القدرات العقلية بتاعت النهاردة من يوم ما الإنسان ما بدأ. لا، المخ بيتطور. طبعا دي حقيقة علمية مش محتاج إن أنا أجيب لك عليها إثباتات، بس أنت ممكن تبحث وتدور. يعني المخ بيتطور يعني ايه؟ يعني على مدار آلاف السنين القدرات العقلية المتقدمة زي المنطق والتفكير والتخيل دي نشأت تدريجيا على أجزاء كانت موجودة أصلا. الأجزاء القديمة دي بتكون عند كل الحيوانات، وبالأجزاء القديمة على سبيل المثال مثلا زي جذع المخ أو المخيخ، الأجزاء دي موجودة عند كل الحيوانات. دي اللي مسؤولة عن إنها تحميك من الخطر، ومسؤولة عن الاحتياجات والرغبات زي الأكل والنوم. ولكن بعد فترة على مدار آلاف السنين بدأت تتكون مناطق تانية أو بنسميها قشرة تانية في مقدمة المخ، ودي بقت بمثابة الموظف اللي لسه متعين جديد وفجأة بقى هو المدير على ناس قديمة جدا كبار في السن كانوا شغالين في الشركة. الناس الكبار في السن دول اللي هم الأجزاء القديمة من المخ عارفين الدنيا بتمشي ازاي، عارفين كل حاجة بتمشي ازاي. يعني مثلا الأجزاء القديمة من المخ عارفة ازاي انك تنام، وازاي انك تهضم، وازاي انك تعمل عملية اخراج الحاجات اللي تبقيك على قيد الحياة. ولكن الموظف الجديد ده او المدير الجديد ده اللي اتعين مدير خلاص عنده طموحات تانية، عايز يعمل حاجات تانية زي التخيل والإبداع والكتابة والمنطق وحاجات كتير جدا. فمهم جدا نفهم العلاقة بين الأجزاء القديمة في المخ والأجزاء الحديثة اللي هي المتقدمة اللي خاصة باتخاذ القرار أو التخيل أو الإرادة أو كده. وهنا أنا عايزك بقى تفهم حاجة مهمة جدا، إن الأجزاء القديمة دي مش معنى إنها كل شغلها الشاغل إنها تفكر بس في الألم والمتعة، معنى كده إنها شريرة. لا، هي مش شريرة، هي الأجزاء دي متبرمجة على كده، متبرمجة إنها تزقك على أي حاجة فيها إحساس من المتعة. والأجزاء القديمة دي ما بتفهمش يعني إيه أخلاق، يعني هي ملهاش علاقة أنت متجوز ولا مش متجوز عشان تبص لواحدة. ده لازم نكونوا فاهمينه كويس جدا. الأجزاء القديمة دي اللي هي مسؤولة عن إنها تزقك أو تدفعك إنك تعمل تصرف معين، كل اللي هي تعرفه إن الحاجة دي بتسعد ولا بتألم. فدور الأجزاء المتقدمة من المخ لا يتعدى حدود الاقتراح، أو إن هو يقول بس على فكرة إحنا ما ينفعش نعمل كده، لكن التصرف اللي أنت هتعمله في الآخر هيكون صاحب القرار فيه الأجزاء القديمة من المخ. فلو أنت غيرت نظرتك وفصلت نفسك
عن الأجزاء القديمة دي، وخلاص بطلت تشوف نفسك كشخص مش مسؤول عن اللي انت بتعمله، وتقعد تقول انا شخص مثلا انا كده، او انا طبيعتي كده، او انا شرير. لا، انت مش شرير. لو انت بتعمل حاجة غلط وانت عارف انها غلط، فده سببه بس ان الاجزاء القديمة في مخك مسيطرة حبتين على الاجزاء الحديثة بس. هي دي الفكرة. فالحل انك تفصل ذاتك، تفصل هويتك عن البرامج اللي في عقلك. مجرد الوعي بالموضوع ده هيفيدك، مجرد انك تكون عارف الموضوع ده هيفيدك كتير، لانك مش هتبص لنفسك بقى بنظرة خجل او بانك حاسس بالذنب بعد كده، اللي هو ازاي انا اقدر اعمل الفعل ده، وترجع تعمله، بعد كده تندم عليه، بعد كده ترجع تعمله. اللي هيساعدك انك تخرج من دايرة الذنب والندم دي، لانها ملهاش فايدة، انك ما تفكرش حضرتك انك مسؤول عن كل حاجة بتعملها. لا، لو كل الناس مسؤولة عن كل حاجة بتعملها ما كانش حد عمل حاجة غلط. لازم كلنا نحتضن الحقيقة اللي بتقول ان احنا تصرفاتنا هتكون حسب البرامج اللي موجودة في عقلنا، والبرامج دي لا يمكن ان توضع الا في الاجزاء القديمة من المخ، اللي هي مسؤولة عن تحفيزك او انها تزقك. طب هي بتزقك على اساس ايه؟ زي ما قلنا، المتعة، وتبعدك عن الألم. حتى لو انت فاهم بعقلك الواعي او بالاجزاء الحديثة في مخك، انت فاهم ان الفعل ده غلط، ده ولا ليه اي لازمة، الموضوع في الاخر يرجع للاجزاء القديمة زي ما قلنا. فبعد رؤيتك للاجزاء القديمة دي، بعد ما تبقى تبص لرغبتك في الخطأ او رغبتك في انك تعمل حاجة ممنوعة على انها بس مجرد بحث او رغبة من الأجزاء القديمة دي إنها توصل لحالة النشوة أو الهاي، لأنك لما بتعمل حاجة ممنوعة بيتفرز هرمون أو اتنين الحقيقة متصلين ببعض، وهما الأدرينالين والدوبامين. الاتنين دول بيفرزوا لما تيجي تعمل أي حاجة ممنوعة، تحس إنك خايف، بس في نفس الوقت فيه نشوة أو حالة من إن تكون كل حواسك نشطة. ده اللي بيخلي ناس كتير جدا بتحب تعمل الافعال اللي هي تسلق الجبال والحاجات الخطيره دي، لانها بتديهم نشوه عاليه جدا. فلما تعمل الشيء الممنوع ده، هو ليه انت بتعمله؟ هو عقلك بيقول الله، الحاجه الممنوعه دي بتطلع دوبامين. طالما حاجه بتطلع دوبامين بالنسبه للاجزاء القديمه في مخك، الحاجه دي حلوه، فهيزقك انك تعملها. فافصل بقى نفسك عن الموضوع. انت دلوقتي العين اللي شايفة اللي بيحصل، فلما تحس من جواك برغبة انك تعمل حاجة غلط، افهم بس ان الرغبة دي مجرد ان مخك عاوز يكون سعيد. هو عاوز يحسسك انت عايز يبقى في سعادة في النظام كله. النظام كله هو شامل وعي حضرتك المتجسد فيك انت، والاجزاء القديمه والاجزاء الحديثه. هو الاجزاء القديمه من المخ عايزه يكون في سعاده وخلاص في النظام كله، بس للاسف الاجزاء القديمه زي ما قلت لك ملهاش علاقه الا باللحظه دي، ملهاش علاقه الا بالممتع دلوقتي والمؤلم دلوقتي، ملهاش علاقه بالاخلاق او ان ده هيضرك بعدين. هما ما يفهموش الموضوع ده، الاجزاء الحديثه بس هي اللي تفهم. فاللي انت محتاج تعمله هو انك تبدا تلقائيا تسحب السيطره من الاجزاء القديمه لمخك، وده عن طريق انك تزود سيطرة الأجزاء الحديثة، بمعنى انك تزود وعيك. اقصد ايه بوعيك؟ اقصد حالة الانتباه، انك تكون شايف اللي بيحصل جواك. لما تكون انت واعي بنفسك، يعني مركز على نفسك او مركز على جسمك او مركز في اللحظة دي او اي حاجة بتحصل في اللحظة دي، المناطق الحديثة بتنشط، او القشرة المخية نيو فرونتال كورتكس بتنشط جدا 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 جدا. وطالما هي نشطت جدا جدا، فالاجزاء القديمة من المخ سيطرتها بتقل تلقائيا. فجأة تلاقي
كأنك كده مرنت عضلة الإرادة. فجأة تلاقي نفسك لما تكون حابب تعمل حاجة أو عاوز تعمل حاجة مفيش مقاومة من جسمك، لأ جسمك تلاقيه خلاص أوكي يلا نروح نلعب رياضة، يلا نعمل الموضوع ده. عكس الأول كانت الأجزاء القديمة من مخك عاوزاك بس تعمل الممتع دلوقتي. فتدريجيا لما تتعلم إنك تكون عايش في سلام في اللحظة دي، تدريجيا هتلاقي سعي مخك إن هو يوصل لحالة الهاي أو النشوة. السعي ده بدأ يقل لأن أنت كده كده تبقى مبسوط. مش شرط سعادة يعني اللي هو إيه أنا فرحان قوي، لأ، يعني إحساس كده خفيف من السلام. الإحساس ده مخك حبه أكيد، الأجزاء القديمة أكيد هتكون حباه وجسمك هيكون حبه، فبالتالي هيبدأ يبرمج نفسه على كده. فبالتالي أنت مش هترغب بعد كده في الحاجات الغلط. فأتمنى يكون المعلومات اللي في الفيديو ده أنت استوعبتها كويس، ويستحسن تكون زي ما بقول في كل فيديو خلي معاك كده، اعمل كده كشكول صغير للقناة دي. صدقني مش هتندم لو في كل فيديو انت استوعبت المعلومات اللي فيه. هتقدر فعلا انك تبرمج عقلك على اللي انت عايزه. طب ازاي بقى نادر انا اقدر ان انا اعيش في حالة السلام اللي انت بتقول عليها ديت؟ ده اللي هقولك عليه بقى في الفيديو ده. هتلاقيني بتكلم بالتفصيل عن الموضوع ده هناك. اسبقني على هناك. اشوفك على خير وسلام.